السلام عليكم مشاهدينا الكرام. فاجأ مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني مدربه يوليان ناغلسمان بقرار إقالته قبل فترة حاسمة من المنافسات على الدوري الألماني وكأس ألمانيا، وكذلك المواجهة القوية مع نادي مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا. وجميع المباريات ستقام في ظرف زمني لا يتعدى 10 أيام. فلهذا ما هي الأسباب الرئيسية التي جعلت إدارة النادي البافاري تقيل ناغلسمان رغم نتائجه الإيجابية نوعا ما؟ لكن قبل الدخول في تفاصيل الموضوع لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو. تعددت العوامل التي عجلت من قرار إقالة المدرب الألماني ناغلسمان بعد مرور موسمين تقريبا على إشرافه على الجهاز الفني للنادي البافاري، ولعل أبرزها ما كان أمرا داخليا بسبب بعض الخلافات مع اللاعبين ما لم يسر في صالح ناغلسمان. ووضع مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ الألماني التتويج ب3 ألقاب هذا الموسم على رأس أولوياته، وهي الدوري الألماني وكأس ألمانيا، يضاف إليهما دوري أبطال أوروبا. لكن صحيفة ميرور البريطانية كشفت في مقال لها يوم الجمعة أن العامل الخفي الأول وراء إقالة ناغلسمان يتعلق بشكوك في قدرة المدرب الشاب على قيادة النادي لتحقيق الألقاب الثلاث، وأن النادي البافاري لم يعتد على مواجهة صعوبات كبيرة في التتويج بالدوري الألماني في المواسم السابقة. عكس هذا الموسم إذ تجاوزه نادي بروسيا دورتموند في ظرف صعب وتقدم عليه بنقطة واحدة، ما أثار غضب مجلس الإدارة والجماهير فعجل رحيل المدرب الشاب. وبغض النظر عن العوامل الفنية والتقنية، وضع النادي البافاري المدرب الألماني توماس توخيل على طاولته منذ فترة طويلة تحسبا للتعاقد معه مباشرة بعد نهاية الموسم الحالي. لكن الضغوط ازدادت عليهم بعد أن علموا أن اسم توماس توخيل ورد على أندية منافسة كريال مدريد وتوتنهام الإنجليزي، فوقع الخيار على إقالة ناغلسمان وتعيين توماس توخيل مباشرة خشية من فقدانه لأحد الأندية المذكورة. وقال رئيس مجلس إدارة نادي بايرن ميونخ أوليفير كان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقب تعيين توماس توخيل مدربا جديدا للنادي: مسؤوليتنا هي حماية النجاح الرياضي للنادي، وتوجب علينا أن نتساءل عن سبب تذبذب مستوى الفريق. وأكد أن قرار إقالة ناغلسمان لم يكن عاطفيا إثر هزيمة النادي أمام باير ليفركوزن الأحد الماضي، وإنما جاء بعد تحليل أعقب كل الشهور الماضية. ولو أنه كان قرارا عاطفي لاتخذناه يوم الاثنين، لكننا اتخذناه بعد تحليل وتفكير عميق. لقد عززنا النادي بلاعبين مميزين، لدينا أحد أفضل الفرق في أوروبا، لكن استمرارية المستوى غائبة. بدأنا العام ب3 تعادلات وخسرنا 3 مباريات وفزنا ب5. هذا لا يتماشى مع طموحنا، نطمح إلى الأفضل. وبعد تعيينه رسميا مدربا للنادي البافاري وتوصله لاتفاق فيما يخص الأهداف المسطرة التي سيسعى لبلوغها فيما تبقى من المشوار، يدرك توماس توخيل صعوبة التحديات التي تنتظره بعد فترة توقف طويلة أعقبت رحيله عن ناديه السابق تشيلسي. لكنه وافق على العمل من أجل بلوغ الأهداف المسطرة التي يضعها مجلس إدارة النادي البافاري على طاولة جميع مدربين السابقين، وأبرزها التتويج بدوري أبطال أوروبا بعد تجاوز أقوى العقبات والتفوق على نادي باريس سان جيرمان ونجومه. وكذلك يتعين على توماس توخيل استعادة صدارة الدوري الألماني التي تحتلها دورتموند بفارق نقطة عن البايرن. توماس توخيل لن يكتفي بدور الوصافة في أول مواسمه مع النادي البافاري، حيث أن التتويج بالبوندسليغا سيكون سبيله للفوز بثقة الجماهير والإدارة. إضافة إلى كل هذه الأهداف، سيسعى توماس توخيل لتحقيق الإجماع وسط لاعبي البايرن وتقريب وجهات النظر بينهم للاستثمار في طاقتهم خلال ما تبقى من المباريات، عكس ما حدث مع المدرب المقال ناغلسمان، حيث أن تصرفاته أدت إلى انقسام كبير بين اللاعبين وتراجعت سمعته وسطهم على ضوء تصريحات نارية أدلى بها. فبعد انفصال النادي البافاري مع المدرب الشاب، كشفت شبكة سكاي سبور عن مراقبة نادي توتنهام الإنجليزي لوضعية ناغلسمان، وأضافت أن النادي
النادي اللندني يدرس كافة الخيارات المتاحة أمامه في حال ما إذا اتخذ قرارا بإقالة أنطونيو كونتي، وأشارت إلى أن ناغلسمان يأتي ضمن الخيارات المطروحة لدى إدارة توتنهام لخلافة المدرب الإيطالي. وكان أنطونيو كونتي قد أثار غضب إدارة النادي مؤخرا بعد أن أطلقت تصريحات نارية في مؤتمر صحفي هاجم فيها اللاعبين وسياسة النادي وعدم سعيه للفوز بالألقاب على مدار سنوات. نشكركم على المشاهدة، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو.